انت طول الوقت بتتحدى، يعني طول الوقت بتسخن مع اندرو تحديدا كمان انت؟ لا مع اندرو لا، انا واندرو حدث ولا، بس اندرو بقى اداني لايسنس وعلمني، ما بقتش الموضوع قلب بس، بقى لي دراسه يعني. اندرو دايما تساله يقول لك اكتر ممثل في مصر تمام. انا بخش اقول له هو عارف انا هعمل ايه وبنعمل ايه. طول يعني حتى انا قريب اشتغلت معاه حاجه قال لي ما في مصر انا هو ده بخش اقول له الحاجه تمام، احنا تمام مع بعض مملكين، فاهم هيعمل ايه. وعايز اقول لك لما يبقى عندي شطات خطر مثلا من اماكن عاليه مثلا بقى اللي هو ال 60 وال70 متر ووايرات والحاجات دي، الوحيد اللي يقف هو، لازم هو بنفسه اللي يقف على الواير بتاعي، ما يخليش حد يقف على الواير بتاعي. اوكي. وتلاقي وشه حمار، هو ابيضاني كده، تلاقي وشه احمر. كان في فيلم انت طلعت بالواير، فيلم ايه؟ انهي واحد فيهم، بتاع كوبري رود الفرج ولا بتاع هروب اضطراري؟ لا هروب اضطراري. هروب اضطراري، هروب اضطراري بتاع العماره. انا قلت حديت، قلت لهم لازم اعمل المشهد ده، كنت انا ومصطفى غادر وغادة عادل. مصطفى باص راح قاعد في الارض، لان احنا كنا الدور ال 47. أيوة. يعني بنوصل لل 44 بعدين السلالم بتعدي اوضه الاساطير بتبقى في ال 47، وبعدين لازم بتعدي على كمر حديد كده فري لغايه ما توصل للعمدان. العمدان دي احنا مش عارفين بتاكل ولا مالها ايه، عندنا اسانسيرات زمان ساكن عثمان. فقلت لهم انا هشام بروفا. انا دخلت لقيتهم ملبسين ولد هيعدي الاول ويشوف، لقيتهم لا 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 لا، ده لو جرى له حاجه انا هعيش بذنبه، اخلع يا ابني. لا المهم ايه، دخلت فخلاص طالما انا دخلت خدت بوزيشن مش هرجع تاني. مش هرجع تاني. ان انت المفروض بتعدي الكاميرا ده، دي اسوأ حته، بص تحت انك تبص هتلاقي سحاب مش هتشوف حاجه، اقسم بالله. فهي لغايه ما مسكت العمدان، فاندرو قال لي ايه خليك على ايدك. قلت له يا اندرو انا هيخليني على رجلي لان انا مش ضامن انا نازل على ايه، فاللي هدوس عليها ماسكه نفسها هي اللي ايدي هتقفش فيها، لغايه ما انزل تحت الثلاث ادوار بيدوني هوك، انا اللي بهوك نفسي، انا اللي متحكم في نفسي اساسا، يعني انا اللي ماسك نفسي. مصطفى شاف الموضوع راح نايم في الارض، غدا شافت كده راحت مسكت قهوه مغليه راحت دلقاها على نفسها، قالت له مش الراكور باظ. فقال لي هنعمل ايه؟ قلت له هات 2 ستانس بس يبقى فرق بيني وبينهم مسافه. المهم بدروا الكاميرا مش عارف ايه، انا طبعا خايف ابص تحت يا معلم، واعصابي ابتدت، انا عندي عايز اقول لك ان انا عندي عروق في كف ايدي مفرقعه من اليوم ده اقسم بالله، لان انا مفيش عصب، وبعدين مفيش شباك تخرج منه، انت لازم ترجع نفس النقطه عشان تخرج، ما العماره مقفله كلها واقرب شباك بينك وبينه 6 متر، هتروح له ازاي؟ هتروح له ازاي؟ فانا نزلت معلش بطاريه الدرون فصلت، اللي هي الطياره دي. درون ايه اللي فصلت؟ ايه؟ يا جماعه انا عصفور طاير بالشباك. انت فاهم انا فين؟ يعني ايدي لو شالتني دقيقه، لو جملتني شويه مش هتجملني طول الوقت. المهم يروح الكاميرا درون، يلا ابتديت انزل نازل وصلت للدور ال 28. اتاريهم خدوا الشوط وعملوا، انا مش سامع بقى، احنا فقدنا التواصل خلاص، وراحوا يتفرجوا وانا نازل فين بيندهولي، فانا مش سامعهم. فنزلوا واحد تحت يقول لي استاذ احمد مبروك الشوط، اطلع. دي جمله جديده يا حبيبي. اطلع فين؟ ببص لقيت المسافه بعيده، انا خدت الشوط وانا لازم مثلا 32 دقيقه، انا طالع في ساعه 40 دقيقه. اوف اقسم بالله عضلات ايدي دي كلها متحجره، هتلاقي عندي عروق مفرقعه هنا وهنا 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 كده، كل ده بسبب ما انت خلاص يا روح ما بعد كورونا. انا ابتديت اشوف الموتوسيكلات في الدور ال 30 والعربيات، يعني ابتديت اشوف الاشياء الصغيره دي بعد ما عديت الدور ال 30. انت فاهم؟ يعني دي حاجه والله. وبعدين طلعت بقى لقيت احمد خالد موسى راكن على الحيطه